Guess who has a boyfriend? Not me. بعد عرام ديال التيك توكات على انها سينجل. I'm single. تبعاتها باغنيه عاود تاني كتاكد انها سينجل. اخيرا سيلينا غوميز تخطبات. لكن خاصنا نقول ان سيلينا جات معها الخطوبه صغارت وزيانت على عكس كيف كانت قبل. طبعا ما كنقصدش انني نعيب على شكلها كيف كانت قبل، ولكن ما يمكنش ما تلاحظش الفرق اللي كانت عليه وكيف ولات دابا. وكيف كانت قبل كيرجع السبب المرض ديالها والادويه اللي كتاخذ. صراحه صعيب جدا انك تكون قدام الاضواء وتكون مصاب بشي مرض كيتحكم بالشكل ديالك وكيفاش كتبان، وما عمرك غادي تكون قادر انك نتايا تكونترولي الوزن ديالك. لكن نقدر نقول ان سيلينا غوميز هي الوحيده اللي ما قداتها فرحه بهاد الخطوبه. Yes to this. It's so لان الفانز ديالها عندهم راي اخر، بحكم انها الخطيب ما غاديش نكون كنبالغ الا قلت العالم كامل متفق انه ما حاملين وما قابلينه، والسبب ان خونا كيبان هكا. ولكن كنامن ان الشكل ديالو ماشي هو السبب الرئيسي اللي خلاه يكون مكروه لهاد الدرجه. كلنا عارفين انه كاين اللي كيبان اسوأ منه، رغم ذلك كيكون محبوب ومقبول. صحيح بان بلانك والشكل ديالو هكا، ولكن هادشي غا نتيجه ستايلين العوج اللي كيتبع. غادي تقول لي الاذواق لا تناقش، غادي نقول لك لقى لي شي حد في العالم كيختلف معايا في هذا. لو انه لبس ستايل يجي مع جسمه والالوان تكون مناسبه والتقطيعه ديال شعره تكون مناسبه، اكيد غادي يبان احسن. ولكن واش هادشي غادي يغير راي العالم على انه ابشع رجل في العالم؟ لا، لانه تفكيره اللي كان امن انه عمره غادي يتصلح هو اللي مقزز ومقرف. Shit your pants, Haley. Everyone shit their pants. You shit your pants. Guys, the last time I shit my pants. في كل اللقاءات ديالو كتلقاه كيهضر على شي حاجه اللي تخليك تبغي التقيه. اللي كيعاود على انه صاحبه دار بيبي فمه وعجبو الحال. One of my friends pissed in my mouth. Like I was like, this one tastes weird. I was like, and like I opened it and I was like, keep spraying. I'm trying to figure out what. طول الانترفيو كيهضر على قداش زوين ومريح للنفس، يبني واحد الطواليت اللي فيها جوج كراسه اللي تخليه هو وصاحبه يقضيو الحاجه ديالهم دقه وحده وهما مجموعين. قداش غادي يكون كيستمتع وقداش غادي يرتاح، وهضر على هذا الشيء كانه حلم زوين ما كرهش يحقق. I was like, I'm gonna build us a toilet, like a bathroom where you could take a shit and I could take a shit and we could just be sitting right across from each other while we're sitting. Like it would be incredible, just two toilets facing each other. بالاضافه لهذا الشيء ناض بوست واحد الفيديو في تيك توك لولده باقي صغير واقيلا شي عامين جالس عريان عاطي الظهر كيقيس في راسو. اوكي بالنسبه للدري صغير كيقيس في راسو عادي جدا. الدراري الصغار كيبغيو يكتشفوا جسمهم. اللي ما عادش هو انه الاب يبوستي ولده في هذه الحاله، والناس ما عجبهمش الحال ناضوا قالوا لي حذف هذا الشيء، ولكن هو ما حذفهاش. تيك توك هي اللي ناضته وحذفاته. Selena, why are you dating a man who posted his child complete on this app and has refused to apologize for it or acknowledge it? تصرف جبد صداع لسيلينا، لانه الفانس قالوا ليها كيفاش انت مع واحد مقرف ومقزز وكيدير هذا الشيء في ولده وانت قابله به. يعني الفانس ديال سيلينا مشاو يطرطقوا، بغاوها تنفصل عليه، بغاوها تكون مع محسن منه. بالاضافه لهذا الشيء ناض كملها وجملها، قال لهم انه ما كيدوش بزاف، ما كيحملش الدوش، ولكن اش كتسناي من واحد ضفران ودايرين بحال هكا؟ I'm like really clean, but I don't shower every day. هادشي كامل وسيلينا هي اللي طلبت منه يخرجوا في ديت اول مره. هو اصلا كاع ما فراسو واش هو في ديت، تا كان جالس معاها عاد بينات ليه انه هو في ديت معاها. Remember sitting there and she's like, well, I would have worn something different for this date, and I was like, what? We're on a date. ونزيدك هي اللي قالت ليه كنبغيك اول مره. said I love you first. والفانس شاكين انها هي اللي طلبت منه الزواج. يعني في هذه العلاقه كان واضح من البدايه انها هي اللي مهتمه اكثر. يعني هذه راه البليونيره سيلينا غوميز محبوبه الانترنت، رغم ذلك مع واحد لا زين لا مجيب كري لا شخصيه لا ستايل، وانت كتشرطي. وما غتيقنيش الا قلت لك انها هي براسها اللي قالت في واحد المره ان الشيء الوحيد المثير بالنسبه لها في الشخص الاخر هو الكلاس. لكن شي لا كلاس في هذا المخلوق العجيب ما شفناه، بالعكس هو اي حاجه عكس الكلاس. ولكن ثاني في هذه النقطه نقدر نقول لك ان الناس كتبدل والاولويه ديالهم في العلاقات كتبدل. وهو قبل كان قال انه ما عندوش مع الفكره الزواج، وانه كيفضل يبني عائله ويدير الولاد خارج اطار الزواج. Get married one day or no? Is that not of interest to you? I don't
I care so much more about having like a family than getting married. You don't have kids. عيبت بزاف في هذا الفيديو في باني بلانكو على اساس انه سيلينا احسن منه، لكن صراحه الا جيتي تشوف سيلينا من فاش تفارقت مع جاستن بيبر ونوض هو تزوج عليها وهي غارقه في البكائيات. That moment was really vulnerable. It was actually scary too because I didn't know when I was going to stop feeling that pain. It's a scary feeling. هي من نجاح إلى نجاح آخر في الجانب المهني بفضل المارك ديالها رير بيوتي، ولكن في الجانب الآخر هي مهووسة بالدراما، كتخرج من دراما كتدخل لدراما أخرى كأنها كتغدى عليها وما كتزقاش بلا ما تخلق شي حيحة. وهاد الدراما كتستخدمها باش تبروموتي راسها. فين ما كتبغي تخرج شي موسيقى ولا شي فيلم ولا شي برودوي للعالم كتلقاها نهار قبل خالقة شي دراما. حتى في الفيلم الاخير اميليا براس قبل ما تبوست الاعلان ديالو دارت فيديو كتشطح مع الصديق ديالها والزميل ديالها في الفيلم بشكل ما مقبولش بزاف. هي اصلا في ديك الوقيته مرتبطه بباني بلانكو وطاقاتو في الفيديو، وانا متاكده قد ما حاول يبين انه عادي وما مسوقش وهانيه تيقني ما هنياش نهائيا. هكذا ناضت الحيحه تاني وكل شيء كيهضر عليها وكل شيء كيتسائل شكون الشخص اللي معاها. يلغت ليه ناضت مسحت الفيديو وحطت الاعلان ديال الفيلم. يعني الناس كتسائل شكون الشخص اللي معاها وهي مخطوبه، واش كتخون باني بلانكو، والناس كتزيد كتسائل كتكتشف ان هذاك الشخص بطل في الفيلم. اواه اش من فيلم، اوكي الفيلم ديالها هوبلا اعلان رائع للفيلم. وهذه ماشي اول مره سيلينا هكذا باش كتسوق راسها بطريقه احتياليه تلاعبيه بعقول الناس. يعني تقدر تخيل قداش هي ذكيه لواحد الدرجه ما كتصورش. على قول تايلور سويفت لو انه الناس عرفوا قداش سيلينا ذكيه غادي يتخلعوا منها. She's incredibly intelligent. People, it would scare them if they knew how smart she is. رغم ذلك عمر الفانز قدروا يغيروا رايهم فيها على انها الفتاه الصغيره البريئه الموهوبه اللي خرجت من ديزني، وضرهم بزاف خاطرهم انها ارتبطت بشخص غريب الاطوار مقزز مقرف بحال باني بلانكو، وبراسو اعترف بها انه الناس كيشوفوا خايب ومقزز، وكيفاش دارت فيه خير ان عطاته هاد الفرصه وارتبطت به. She's doing charity. She's doing charity with me. Right now, physically in New York? With me. Who's going to come after me? Her fans for mocking you? Yeah, they already hate me. What are you talking about? They already think I'm What are you talking about? Like, هذا هو الفايب العلاقه ديالهم. هي كتحس انها مختلفه زوينه محبوبه مقبوله عند كل شيء، وهو واخدها بنظره انه لا اصدق انك قابله بواحد خيبوع بحالي واني راكي ملاك كيتمشى على هاد الارض، وهي مستمتعه بهذا الشيء طبعا. She's just like the best, most genuine person. Everything is so completely real. Like every day when I wake up and I'll like walk by the mirror as I'm like walk to her and I like look at myself and I'm like, how did I get here? Like how is this my no, she's one of the sweetest, one of the most charming, one of the most humble people I've ever met. She's such a forward person and she's like the coolest, the nicest, the sweetest, like everything. Look at me. The only way I get up every day and I look in the mirror and I'm like, how did this happen? But until anyone figures it out, صاحبتي سيلينا في 2016 كانت اي واحد كيتمناها، لكن رغم الظروف المشاكل الصحيه والنفسيه وقداش كتخدم رغم كل شيء ما قدرتش تحس بهذا الامتياز، وانها تكون عند شخص معين محبوبه ومرغوبه ومقبوله كيف ما هي بحال هكذا ما قدرتش تحصل عليه لسنوات. وحتى انها قالتها واحد المره، قالت انا عارفه انني كنبان خايبه ولكن غا بغيت نستمتع براسي وبالعطله ديالي. I'm a little bit big right now because I enjoyed myself during the holidays. I mean, يعني انها ما كانش قدامها الا انها تقبل انها عمرها غادي ترجع كيف كانت قبل، وانها تحصل على الانبهار والاعجاب اللي حصلت عليه قبل من قبل العالم. لهذا فاش دخل باني بلانكو في الخط حسسها انها محبوبه ومتميزه وزوينه كيف ما هي، ولقات اخيرا اللي محتاجاه واحد يتقبلها وينبهر بها كيف ما هي، وهي عاجبها الحال انه كيحس انه دايره فيه خير وقبلات به كيف ما هو. وهكذا العلاقه دخلت في واحد التوازن اللي هي من ديما كانت كتقلب عليه كيف قالت. هذا ما كان، هذا هو التفسير ديالي لهاد العلاقه. بليز دير سبسكرايب. شكرا على المشاهده. دير لايك الا عجبك هذا الفيديو، ولا ما عجبك دير ديسلايك. شكرا.